وهلا ويا حلوين. طبعا نبدي الفلوج مالتنا بالصلاة على محمد وآل محمد، ونخلي لايك ونشترك في القناة ونبلش. طبعا اليوم الدنيا مطر، وجيت أسوي لكم يومي المتواضع اللي أكو بنية طلبت قالت أريد تصوري لنا يومك. هنا أنا صليت الفجر ونظفت وأني من الثنتين قاعدة، وهنا راح أشعل ضوء الصالح للسموكة الحلوة ماتي. وهنا فتت غرفة البنات، نايمة ليونة ورند ولارا. هنا الغسالة مالتي لازم أفوتها للحمام، لأن اليوم عندي غسل ملابس، وحدة تغسل وحدة تنشف، عندي غسالتين واثنيناتهم لازم أدخلهم. هنا الملابس البيض والسود والألوان، وهنا عندي الغسالة فتحت عليها الماي. هنا قاصر وزاهي، وهذا المعطر العام ريحته كلش طيب. هنا أنا درت من عند المعطر العام يظل ريحته بالملابس كلش طيبة. اليوم طبعا الدنيا مطر وراح أشرهم على محجل الملابس، يعني بداخل الصالة أشرهم، وتظل الريحة فايحة، ريحتهم كلش طيبة تصير. طبعا أنا عندي هنا بوريين للغسالة، بس ناصيات يعني قريبات على السيراميك. هاي الغسالة الثانية، هاي بيها النشاف ما يشتغل، وذيجي بيها الغسل يشتغل ودوخة. وهنا خليت الملابس البيض بالغسالة أول شي، أول فرة. طبعا هذا الوردي ما يجرد، ولازم أخليه بالقاصر بأول فرة، لأن شو اسمه أريده يطلع يلمع. وهنا عندي الملابس خلصتهم، وبديت أشر بالصالة على محجل. كملتهم شار على حسب الأصول، مثل ما تشوفون انترس المحجل على طابقين طابقين، من تجي شمس إن شاء الله أشمسهم. هنا ذني ملابس الصغار شريتهم على السلات. هاي غرفتي مثل ما شفتوا، وهاي اللارة سوت الريوق الخوات هي. وهنا أني سوقت مسواق الدولمة، دزيت لارا كتبت لها بورقة جابتهم، وبلشت أحفر بالشغلات مال الدولمة. طبعا حفرت الباذنجان، طبعا شغلتي كلها بنظافة وترتيب مثل ما تشوفون شلون كملت كل شي على حسب الأصول. هاي جدرين، جدر الزوجي جدر إن البيت. زوجي طبعا يشتغل، قال أريد الأصدقاء ذاك اليوم سوالهم كلش طيبة صارت فيحمدون بيها، قال لي هم أريد من تسوين سوي لي جدر صغير وياك. قلت له تدلل عيني والجهال يتدلل عليني. هنا بلشت أثرم بيها ثرم. طبعا عندنا محضرات طعام، بس صدقوا تضيع طعم الأكل، يعني كل شي يصير ممرود ويضيع طعمه، فاني بداية كل شي أسوي يكون أفضل. هاي الشغلات كلها بلشت أثرم بيها، البصل بوتيتي طماطة باذنجان كرفس ليه لحم، هيجي يسموهن زياقات مال دولمة، كلش تخبل الهبرة جابتها بنتي اليوم فتشي. لو تحكي كان حكت قالت أني أحلى وحدة. هسه أشوفكم شلون شكلها يجنن، باع شلون تجنن، يعني هي لحم ولازق بيه ليه، خبل شكلها بالطعم صارت روعة روعة ما أحكيلكم شنو. طبعا يعني ورا ما كملت يلا منتجت، فطعمها كان يجنن. ما صورت لكم اياها من استوت، لان كنا نريد نصب غدا احنا وبيت حماية، ما صح لي. هنا انا كملتها وخليت التمن، خليت دبس الرمان وفلفل اسود، وبعدين اخلي اللامندوزي، بعدين المعجون. طبعا المعجون قطيتين، هاي مثل ما تشوفون قطيتين، راح اخليها احنا نحبها حمرة كلش، وحدة بيها نص والثانية كاملة اديرها. هذي القوطيتين اثنينهم درتهم وخلاص. هسه هبدي اخبط بيهم. قبل كل شي اقسم الدهن على الجدار اثنيناتهم، واخلي العضود مال الدولمة يعني بالشعبية مثل ما نقول عمود شنو ما تلزق الدولمة، ما تلزق، خلي يلزق العضود ويستوي العظام. بس انصحكم من تسوون يعني هيك ضلوع او عظام بالجدر لازم تخلون مي، يعني مي هواية، لان العظام راح يشربن مي والدولمة تكون ناشفة ما بيها مي. أنا إيش قد ترست 3 قلاصات مي ونفس الشي. هنا أنا خبطتها وكملتها وبديت ألف. أول ما ألف البصل والفلفل والباذنجان، هاي البصل بلشت ألف بيه. طبعا حفر ماتي كلش مرتب يخبل سواهز، والجو يساعد، اليوم مطر وريحة شايفين ريحة الزرع من ينرش بمي المطر، ريحة الحياطين ايش قد طيبة تصير. هنا طبعا الباذنجان اني احفره وازرفها بالسكينة حتى المي يفوت بداخلها وتستوي. هاي البس شي بشي، هاي مثل ما تشوفون.
هيجي أراوس بالجدر اللي هو الزوجي والجدر اللي هو إني، وهيجي ألبسهم يعني شي بطن شي صار كلش حلوة، حتى المنظر حلو. عادي هي بالبطن ما راح تتصفط، بس أهم شي العين هي تاكل يقولون. هنا أنا ملح، أنا نسيت أشوفكم أول باذنجان وثاني باذنجانة، أخلي بيهم ملح حتى شنو طعمها يصير كلش طيب. وخليت الدولمة بثواب موتانة، طبعا أي شي أخلي بيه لحم أخلي بثواب موتانة. هنا الفلفل على طولها أشيفها، فلفل حار طبعا أشيفها على طولها وأحشيها كلش طيبة، أموت عليها أكلها هيج هي وتمنها. وهاي فلفل بارد هماتي ينطي ريحة كلش طيبة بالدولمة، هم سويت فلفل بارد وفلفل حار. اعطوني رأيكم بالتعليقات، يا ريت تعليقات إيجابية حتى أسوي لكم أشياء تحبوها، أي شي تريدوه تكتبوا لي بالتعليقات وأني أدعيناكم. طبعا هنا لفيت الجدرين، ما طولت عليكم يا حبايب قلبي، البصل الباذنجان والفلفل هاي جدرين. راح أبلش بالسلق، يعني أبلش ألف بالسلق هاي مثل ما تشوفون، ألف بالسلق وأصفط لحد ما أكمل. بقى عندي لحم زاد، هاي الجدر الأول كملته ذبيته على النار، بقى عندي هذا جيت أسوي خبز عروق، وهاي الجدر الصغير كملته، وزاد عندي سلق صفطته لي فوق، يقولون أحسن هيجي ما أعرف ليش أمهاتنا يقولون. هنا بلشت أغسل بالمواعين مال الهوسة مالتي مال الدولمة، مع العلم أني ما أخبص شغلتي كلها بترتيب. جمعتهم كلهم وبلشت أغسلهم حتى أخلص وأرتاح. دا أشوفكم روتيني اليومي شلون. أنا الطبخ مو علي على مرت حماية، بس من يعجبني فد شي أني أسويه عادي، باليوم اللي يعجبني إنه أني أسوي محد يمنع. هنا بلشت أغسل بالمواعين وأقلبهم بالمصفي حتى يذبون ميهم، وبين ما أني أنظف المطبخ والطرمة والمطبخ الحار هيجي أحسن. شغلة منظمة ومرتبة، المطبخ علي والمواعين علي والطبخ على مرت حماية، بس أني حبيت أسوي بهذا اليوم. طبعا هنا غسلت كل المواعين ومثل ما تشوفون صاروا يلمعون، خليت قاصر أني وزاهي وغسلتهم. وهنا غسلت الطرمة كملتها كلش صارت نظيفة ويا ريحة المطر شي خنفشاري، سامعين شي الخنفشاري يعني فشي حيل حلو. هنا أنا سقيت الورد ومسحت المطبخ وكنسته ما بقى بيه شي. هنا الورد وهنا الشارع حتى غسلته لأن كان مطر وطين. هنا أنا فرشت المدة اللي قدام الباب عدلت، شوفوا شلون نظافة وراحة نفسية جد، شوفوا شلون راحة نفسية. صفطت المواعين اللي جد غاسلتهم حد ما ذبوا ميهم. هنا بقت عندي بس الخضروات، قلت أروح أجيب ديش بصلاية وأصلي الظهر يوم جمعة والصلاة على النبي، ووراها أكمل وأقعد وأرتاح. هنا أشوفكم المطبخ الحار وجدريتنا مال الدولمة استويت، حتى الشاي حضرته وكملته. وهنا طلعت الخبز حتى يذب نفسه لأن هو جامد. ومع ألف سلامة، شاركوني بتعليق حلو.